السلام عليكم. يا مساء الورد والياسمين على كل حبايبنا المتابعين. النهارده يا جماعه هقول لك اسعار زغاليل الحمام البلدي. انا عارف ان في ناس بتنتظر الفيديو ده كل اسبوع، لان طبعا زي ما انتم عارفين ان الحمام ملوش بورصه وملوش سعر ثابت. في الاسبوع ده يا جماعه ارتفاع رهيب فعلا في دخول شهر رمضان، ارتفاع جنوني في اسعار الزغاليل. الناس اللي كانت زي زمان بتروح بيع الجوز ب 150 جنيه وكده تمام وزي الفل، لا، النهارده يا جماعه الموضوع اختلف جدا في شهر رمضان، لان الناس عندها اقبال على اكل لحوم الحمام في الوقت ده بالذات كل سنه. فخلي بالك كل سنه في شهر رمضان بترتفع اسعار الزغاليل. هقول لك اسعار زغاليل الحمام البلدي، هقول لك اسعار زغاليل الحمام الزاجل، الحمام الكريزلي، الحمام اللحم الفرنساوي، وهقول لك كمان الحمام البلدي الكبير الشغال. تابع معايا الفيديو ده، صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ريت يا شباب في بدايه الفيديو كل واحد يقول لي هو من محافظه ايه وعنده الزغاليل بكام، عشان لما حد يجي يسالنا كالعاده نقول له الزغاليل في المحافظه بتاعتك بكام. لان زي ما انتم عارفين الموضوع ده بيتحكم فيه التجار. التجار يا جماعه بيتحكموا في الموضوع ده. الحمد لله كنا عاملين مبادره، والمبادره ديت اثمرت بفضل الله تعالى. الناس اللي كانت بتبيع الزغاليل ب 120 جنيه، لا، الناس دلوقتي بقى عندها وعي وثقافه وبقت بتبيع الزغاليل بفلوس كويسه جدا. وعايز انصحك برضو في بدايه الفيديو، بلاش ان انت يعني خلاص مش مجبر ان انت تبيع في السوق، في اماكن تانية ممكن تبيع فيها. زي ايه الاماكن دي يا جماعة؟ ممكن جيرانك، على فكرة يعني الناس كتير جدا ما بتعرفش تسوق الزغاليل غير في السوق. ممكن تبيع لجيرانك، ممكن تبيع في المطاعم، ممكن تبيع عند اي واحد بتاع فراخجي. لو انت من مربين الشاطرين بتطلع كل شهر مثلا 20 جوز زغاليل او حاجة، ومتعاقد مع مطعم، فانت تقدر تديله الزغاليل بتاعتك بسعر كويس جدا. لان يا جماعه التاجر بياخد منك الزغلولين دول. مثلا دلوقتي اسعار الزغاليل زي ما قلت لك ارتفعت جدا، خليه التاجر بياخد منك الزغلولين بمبلغ بيسلمه الضعف. تمام كده؟ طيب خلينا هقول لك الاسعار. هنبدا بالحمام الزغاليل البلدي، وبعد كده هنقول الزاجل والزغاليل التاني. الزغاليل البلدي يا جماعه من قبل رمضان باسبوع او 10 ايام تقريبا والزغاليل ارتفعت بسعر جنوني. ما كنا بنبيع جوز الزغاليل ب 150 جنيه، لا دلوقتي يا جماعه الخير اقل جوز زغاليل لو انت مثلا عندك زغاليل ضعيفه شويه هتبيعها ب 150 جنيه. لو عندك زغاليل متوسطه هتبيعها ب 180 جنيه. لو عندك زغاليل احجام كويسه هتبيعها ب 200 جنيه. وانا بتفاجئ في الكومنتات في تعليقاتكم، لان انا بعرف الاسعار من تعليقاتكم عشان تبقوا فاهمين. بس انا بعرف الاسعار من تعليقاتكم. في ناس بيقول لي في الشرقيه مش عارف ب 180، في المنوفيه ب 200 جنيه، في الصعيد ب 200 وشويه، في اسكندريه ب 200 ومش عارفه كام. فهنا انا بعرف الاسعار وبقول لك على الاسعار في النهايه. طيب فهنا يا جماعه اقل جوز زغاليل ب 150 جنيه، جوز زغاليل متوسط شويه 180 جنيه، جوز زغاليل حلو ملحم ب 200 جنيه. ده بالنسبه لزغاليل الحمام البلدي. وعايز انصحك نصيحه سريعا، انت لو عندك الزغاليل بتطلع ضعيفه هجن الحمام اللحم الفرنساوي مع الحمام البلدي، بيطلع لك زغاليل حجم كويس، تعرف تنجح مشروع تربيه الحمام عندك. مش اي زغاليل او مش اي حمام بيتربى يا جماعه الخير. خليك مربي شاطر، ده بياكل وده بياكل وده بياكل قد ده. فانا خليني اكسب من تربيه الحمام. لان يا جماعه تربيه الحمام دلوقتي مش بتخسر زي الناس ما متوقعه، لا، تربيه الحمام مشروع مربح جدا. لو بتربي 50 جوز ب 50 جوز زغاليل، خليهم 40 جوز زغاليل. جوز زغاليل مثلا هيموت منك بطين هيطلعوا فاضيين، خليك هتطلع 35 جوز من ال 50 جوز اللي انت بتربيهم. اضرب ال 35 جوز دولت في 200 جنيه، هتلاقي نفسك عامل مبلغ محترم كل 40 يوم اللي هي دوره الانتاج. فما تخليش دوره الانتاج دي تعدي عليك كده وخلاص. اعمل ايه؟ هجن الحمام التقيل. يعني ممكن تاخد الدكوره الرومي مع الدكوره مع الدكوره اللحم الفرنساوي مع الدكوره الروماني مع الدكوره الكينج. الدكوره دي يا جماعه من الحمام التقيل هتاخدها وتهجنها مع الحمام البلدي او الحمام الزاجل مع النوتش. احنا هناخد الدكوره مش هناخد النوتي من الحمام التقيل. يعني الحمام التقيل يا جماعه انتاجه ضعيف. لما انا باخد منه النوتي، لما انا باخد منه النوتي اهجنها مع النوتي، ما باخد منه الدكوره من الحمام التقيل، ما باخد منه الدكوره اهجنها مع النوتي البلدي او النوتي الكريزلي، بيجيب لي احجام ما شاء الله تعالى. اقل جوز زغاليل لو بترميه هتبيعه ب 200 جنيه. فهنا يا جماعه انا عايز انصحك النصيحه دي سريعا عشان الناس ما ايه تنجح مشروع تربيه حيوان عندها. طيب الزغاليل اللحم الفرنساوي، زغاليل اللحم الفرنساوي يا جماعه النهارده برضو مسكت سعر. زغاليل اللحم الفرنساوي اقل جوز زغاليل اللحم الفرنساوي 250 جنيه.
زغاليل اللحم الفرنساوي 250 جنيه، الشبابات بتاعت اللحم الفرنساوي ب 350 جنيه، الحمام اللحم الفرنساوي الكبير 450 جنيه ل 500 جنيه. ده بالنسبه للحم الفرنساوي. وعلى فكره حمامه شهيه جدا وطعمها حلو جدا في الاكل، فبنصحك لو انت عايز تاكل تربي اللحم الفرنساوي. كمان حمامه منتجه، والبلدي برضه حمامه منتجه. الزاجل يا جماعه الخير، بالنسبه لزغاليل الحمام الزاجل زغاليل اقل جوز زغاليل النهارده ب 200 جنيه. بالنسبه للزاجل اقل جوز زغاليل ب 200 جنيه، ممكن يوصل ل 250 جنيه حسب زي ما قلت لك المكان اللي انت فيه. بالنسبه لزغاليل الزاجل، بالنسبه لحمام الزاجل الكبير الشغال بقى 350 جنيه. اسعار الحمام ارتفع، ده الشعبي، انا بكلمك على الزاجل الشعبي. الكبير الشغال شعبي 350 جنيه 400 جنيه، وفي بقى بيزيد وبيطلع لفوق. يعني مش عايز اقول لك في حمامه زاجل بتوصل مليون جنيه، وانا ما ببالغش لما بقول لك في حمامه زاجل بتوصل مليون جنيه. بتكون حمامه مسابقه ومعاها شهادات وبيكون عليها مزاد، وبالتالي بيكون سعرها بيرتفع. ولكن انا بكلمك هنا على الحمام الشعبي بالنسبه للحمام الزاجل. طيب بالنسبه للحمام الكريزلي برضه زغاليله اللي انطبق عليها ينطبق نفس الحمام الزاجل، زغاليلهم 200 جنيه. والزغاليل اللي هي يا جماعه الكويسه شويه ممكن تبيعها ب 220 و250 جنيه كمان. وحاول ان انت تتسوق زي ما قلت لك. لو مش هتعرف تتسوق للتاجر، والتاجر انا عايز اقول لك على حاجه. التاجر يا جماعه بيقول لك مثلا بيضرب النار بالزغاليل ديت. يعني بيقول لك مثلا الجوز الزغاليل ده عامل 150 جنيه، فانت 150 جنيه انت مفكرهم ياما، لا مش ياما. شوف انت بتصرف قد ايه على الحمام. الحمام في دوره الانتاج في ال 40 يوم يمكن ياكل منك الجوز، بياكل في اليوم 100 جرام، يعني في ال 40 يوم بياكل 4 كيلو. اضرب ال 4 كيلو في 20 جنيه تلاقيه بياكل ب 80 جنيه. اصرف عليه 10 جنيه ادويه هتلاقيه بياكل بحوالي 90 جنيه. وكمان ممكن زغلول يطلع منك وزغلول ما يطلعش منك. فهنا يا جماعه اقل جوز زغاليل انا ببيعه النهارده ب 150 جنيه. خليك مربي شاطر. طيب خليني بس انصحك نصيحه سريعا زي كل مره ما بنصحها لك، بلاش تشتري زغاليل من السوق للتربيه، لان زغاليل السوق يا جماعه بيكونوا مأكلينها علف. بيكون الزغاليل بتاعت السوق دي بيبقى نافخينها حرفيا، يعني بينفخها بيحط فيها مش عارف بدها بادي وبدها كسر عيش. وبتلاقي الزغاليل تمسك الزغاليل تقول ما شاء الله، وهو اصلا كل الزغالول بتبقى حصله. فهنا هتيجي تربيه فهو واكل علف، فهنا هيعمل له سموم، فهنا ده مناعته بتضعف. فبالتالي في المستقبل الزغلول ده ممكن يقع منك لان هو واكل علف، وقلنا العلف غلط على الحمام. لو انت عايز تشتري للتربيه اشتري من اي حد قريب منك، يكون حد شاطر. اخيرا يا جماعه اسعار البلد الكبير الشغال لو بتشتريه من السوق الجوز ما يجيبش 100 جنيه لو بتشتريه من السوق، لان مفيش حد بيبيع حمام كبير شغال في السوق سليم. محدش بيبيع حمام شغال في السوق سليم بلدي بالذات. عامة الحمام السليم ما بينباعش في السوق، بتشتريه من غاوي. يعني ايه سليم؟ يعني بينتج ويكون بيلحم العش ويكون حمامة حجمها كويس وبيكون منها عائد وانتاج. ولو انت هتشتري الحمام البلدي من غاوي هتشتري ممكن الجوز ب 150 جنيه 180 جنيه. هي اسعاره نفس زغاليله بالنسبه لو هتشتريه من غاوي، وممكن زغاليله تكون اعلى منه كمان. وللاسف ديت عيب في الحمام البلدي. اتمنى يا شباب يكون الفيديو عجبكم ونكون قدم لكم معلومه ان شاء الله تعالى. اشوفكم على خير، استودعكم الله، سلام عليكم.